99% تقريبا من الناس بيفشلوا مش عشان مش موهوبين، لكن عشان مش قادرين يستمروا. الاستمرارية هي الجسر اللي بينك دلوقتي وبين الشخص اللي ممكن تكونه. فخلينا النهاردة نتكلم عن ازاي تبني استمرارية بخطوات حقيقية متجربة مش بس كلام كليشيه. 1. النية. ايه علاقة النية بالاستمرارية؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. لازم تخلص وتصلح النية قبل ما تبدأ في اي حاجة. 2. العادة الاساسية، الكيستون هابت. هنختار العادة اللي عاوزين نستمر عليها ويفضل تكون عادة أساسية. يعني إيه؟ العادة الأساسية هي فعل واحد أو عادة واحدة لو استمريت عليها هتأثر على جوانب كتيرة من حياتك. مثلا انك تصحى بدري كل يوم هيأثر على صحتك والإنتاجية بتاعتك. أكيد مش سايب نومك ومش سايب سريرك وصاحي بدري عشان تمسك حتة الحديدة اللي في ايدك دي. لو صحيت بدري هتصلي الفجر، ممكن تقرأ، ممكن تمارس رياضة، وحتى عندك وقت تتعلم مهارة جديدة. يبقى احنا ركزنا بس على اننا نصحى بدري، بس لما صحينا ده أثر بشكل إيجابي على حاجات تانية. 3. اعمل سيرش. هنعمل سيرش جامد قوي عن فوائد العادة دي. ليه؟ بالظبط ليه هو السؤال اللي لازم تسأله لنفسك قبل ما تبدأ في أي حاجة. فلو ما عندكش إجابة عليه مستحيل تكمل. فنعمل سيرش ونجمع النقط دي في ورقة أو مكان بنشوفه دايما، عشان هيجي أوقات مش هيكون عندك طاقة تكمل. فعشان كده لازم يكون عندك أسباب تخليك تكمل وتفكرك دايما أنت ليه بدأت. 4. الهوية. هنحول الفعل لهوية. يعني إيه؟ مثلا أنت عاوز تخس، بس بدل ما تقول أنا عاوز أخس هتقول أنا شخص صحي، وتبدأ تقنع نفسك بده. انت اصلا لو شخص صحي انت اكيد هتخس، بس بدل ما تحط نفسك في ستريس وتفضل تقول لنفسك انا عاوز اخس، تحول الحاجة دي لجزء من هويتك. وبدل انا عاوز اصحى بدري، انا شخص نشيط وبحب ابدأ يومي بدري. الموضوع يبان عبيط قوي، ولكن على المدى البعيد بيفرق جدا. لازم تخدع عقلك بالشكل ده. خلاص هيئنا نفسنا ندخل على الفعل. 5. قانون 100 يوم. المخ بيحتاج 21 يوم عشان يتعود، 90 يوم عشان يثبت العادة، ولكن احنا هنعمل 100 يوم عشان نأكد جامد قوي على العادة ونخليها جزء من هويتنا. هتلتزم بالعادة دي 100 يوم متصلة بدون ما تقطع ولا يوم. وعشان تقدر تلتزم بده هتجيب ورقة وقلم وتكتب اسم العادة فوق والبداية والنهاية. بعدين هترقم الورقة من 1 ل100. بعدين تحط الورقة في أكتر مكان بتشوفه في البيت، وكل يوم تمارس فيه العادة أو تنفذها تعمل صح. مش هتكون عاوز تكسر السلسلة اللي بنيتها وهتحاول تلتزم جدا. الموضوع ده فرق معايا جدا جدا جدا. أحمد أخويا الصغير عنده ADHD فغالبا بيعمل مشاكل. فيوم قال لي أنا بقالي 21 يوم محترم وما عملتش مشاكل. فقلت له ازاي؟ وراني ورقة عامل فيها جدول وكل يوم يعدي بسلام يعمل صح. فالموضوع شغال. ممكن كمان تستخدم ابلكيشن تتبع عادات علشان يفكرك دايما. ممكن تحس بصعوبة في بداية الامر، ولكن مع الوقت الموضوع هيكون اسهل بكتير، لان الدماغ هيبني مسار جديد وهتبدأ العادة تكون جزء من يومك ومن هويتك زي ما قلنا، مش مجرد نشاط مؤقت. 6. حدد وقت ثابت. هذاكر انجليزي الساعة 7، هصحى من النوم الساعة 5، هتمرن الساعة 6. لازم تحدد وقت ثابت تمارس فيه العادة بشكل يومي. ال6 نقط كافيين جدا، ولكن هقولك نصايح اكسترا. الاستمرارية اهم من الكمية. قسم هدفك لخطوات صغيرة او ابدأ صغير وبلاش تستعجل النتائج وبلاش تضغط على نفسك، وحط خطة واقعية وركز على الفعل مش المثالية. العمل بالعلم وتعليمه. لو بتتعلم مهارة او حاجة جديدة ابدأ علمها لغيرك وطبق اللي اتعلمته، مش مجرد معلومات بتعرفها وخلاص. إدارة الوقت. حاول على قد ما تقدر تنظم وقتك باقي اليوم مش بس وقت العادة. ممكن تشارك الحاجة اللي بتعملها او بتتعلمها مع الناس. ممكن تستخدم الفيجن بورد عشان تفكرك دايما بهدفك. فابدأ صغير، استمر، ومع الوقت هتشوف نفسك بتتحول لشخص عمرك ما تخيلت تكون. اكتب في الكومنتس ايه اول عادة هتبدأها بخطوات صغيرة، واعمل لايك وسبسكرايب. سلام.